السلام عليكم يا أبطال. اليوم ما عندنا فيديو عادي. اليوم بنوقف مع 3 آيات، بس 3، لكن والله فيها حياة، فيها وعي، فيها الطريق إذا كنت ضايع، فيها الرسالة إذا كنت تايه، وفيها الصدمة لو كنت ماشي من غير هدف. خلينا نبدأ مع أعظم قسم والعصري. الله سبحانه يقسم بالوقت. تدري ليش؟ لأن الوقت أغلى شيء تملكه. هو عمرك، هو حياتك، هو الفرصة اللي ممكن تكون اليوم وما تكون بكرة. اسأل نفسك، كم ضيعت من عمرك؟ كم يوم راح وما ترك أثر؟ كم مرة قلت ببدأ من بكرة وراح البكرة وما بدأ شيء؟ التطبيق: ابدأ اليوم مو بكرة. حدد هدف بسيط: 10 دقائق قرآن، 5 دقائق ذكر، توقف 30 دقيقة عن السوشيال ميديا. وتذكر، اللي يضيع وقته يضيع عمره بدون ما يحس. إن الإنسان لفي خسر. تدري إنك خسران؟ مش لأنك ضعيف أو فقير أو فاشل، لا، بس لأنك إنسان. نعم، الإنسان اللي بطبعهم خاسر، لأن الوقت يمشي والرغبات تسرقنا والشهوات تخلينا نأجل كل شيء مهم. فأنت خسران إلا إذا كنت من ناس معينين. مين هم؟ إلا الذين آمنوا. مو بس قالوا نحن مؤمنين، لا، آمنوا فعلا. الإيمان مو شعار ولا بطاقة تعريف. الإيمان الحقيقي هو اللي يخلي قلبك حي، يخليك تحس بالله في كل خطوة، في كل مصيبة، في كل حلم. تبي تعرف إذا إيمانك قوي؟ شوف نفسك في الشدائد، تصبر، ترجع لله، ولا تنهار وتنسى؟ التطبيق: اقرأ آية واحدة يوميا بتدبر. مو لازم كثير، بس اقراها كأنها رسالة خاصة من ربك لك. صدقني بتحس بفرق. وعملوا الصالحات. ما ينفع إيمان بدون حركة. اللي يؤمن بس وما يعمل كأنه زرع البذرة ومسقى. الصالحات مو بس الصلوات والزكاة. الصالحات تبدأ من نيتك، من تبسمك، من كف أذاك، من عونك لأمك، من رحمتك للي أضعف منك. التطبيق: اختر عمل واحد صالح وكررها يوميا، حتى لو بسيط، مثل ورد استغفار 100 مرة، أو صلاة الضحى، أو مساعدة شخص. البساطة بلس الاستمرار شرر قوة جبارة. وتواصوا بالحق. الحق أحيانا صعب ينقال. الناس تفضل المجاملة، السكوت، الراحة. بس اللي يحبك ينصحك، واللي يحب ربه ما يسكت عن باطل. التواصي بالحق يعني نذكر بعض بالحقيقة حتى لو كانت مرة. التطبيق: إذا شفت خطأ قدامك خلك شجاع بأدب. نبه، انصح، حتى لو برسالة بسيطة. وإذا أحد نصحك لا تزعل، بل اشكره. وتواصوا بالصبر، آخر وصف وأقواه. ليش؟ لأنه كل اللي قبل ما يمشي إلا بصبر. الإيمان يبغى له صبر، العمل الصالح يبغى له صبر، نصح الناس يبغى له صبر على ردود أفعالهم. الصبر مو استسلام، الصبر قوة داخلية تقول أنا مستمر مهما صار. التطبيق: كل ما حسيت الدنيا تضغط عليك قل اللهم اجعلني من الصابرين، واستمر، لا توقف ولو خطوة صغيرة. الخاتمة: سورة العصر 3 آيات، بس فيها نظام حياة، فيها إنذار، وفيها أمل، فيها تحدي، وفيها طريق للنجاة. لو عشتها فعلا، مو بس تقراها، أقسم بالله بتصير إنسان مختلف تماما. إذا حسيت إن هالفيديو حرك شيء بداخلك، ادعمني بلايك واشترك، وخلنا نكبر هذا المجتمع القرآني الجميل. واكتب لي تحت وش أكثر مقطع حسيت إنه أنا المقصود فيه. نشوفكم في فيديو جديد مع صورة جديدة، وسلام عليكم.